مؤسسة قراء إجدابيا تقدم لكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صحيح المجال الرابع في ثواب العمل الصالح، تأليف أبي محمد شرف الدين الدمياطي. ثواب الصدق. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وقال تعالى: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم رواه ابن حبان. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن المطلب بن عبد الله بن حنظب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. رواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ثواب من تواضع لإخوانه المؤمنين. قال الله تعالى: هذه الأحاديث المتقدمة كلها صحيحة، بعضها متفق عليه إلا حديث المضطرب، فهو حديث حسن عند بعض أهل العلم. الله أعلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أعلمه إلا رفعه قال يقول الله تبارك وتعالى من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء. رفعته وإيش؟ رفعه أو رفعته الأخيرة ورفعها نحو السماء. نعم. وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء. رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح والطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. رواه نعم. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة. حكم بمعنى اللجام. نعم. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة. اللجام نحن نسميه حكمة. دائما يذكر الشيخ مقبل يقول جمعية الحكمة وليست حكمة اللجام. نعم شيء. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. رواه الطبراني بإسناد حسن. الحكمة بالتحريك هي ما يجعل في رأس الدابة لتقاد به. الحديث فيه نظر. الحديث فيه والله أعلم. نعم. يقول حسن عندك؟ يقول حسن. فيه نظر يحتاج مراجعة. ثواب الحلم والصفح وكظم الغيظ. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى قوله ونعم أجر العاملين. وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. نعم. يقول ليش ما تتقدمون هنا؟ الإخوة لماذا لا يتقدمون هنا؟ أم أنكم تذهبون إلى أن النهي وارد في الجلوس وسط الحلقة؟ ما سألت من الذي أجاب؟ ما سألتك. قلت الإخوة لماذا ما يأتون هنا؟ تقدموا هنا بارك الله فيك ما في حرج. إن رأيتم أنكم تأخذون بتحسين الشيخ ناصر فهناك من يذهب إلى تضعيف الحديث فلا حرج أن يتقدم الإخوة. أكمل. نعم. وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والآيات في الباب كثيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشد إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى الحلم والأناة. هناك من يضيف لفظة في هذا الحديث. حديث خرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله خاصة الخطبة يحبهم الله ورسوله. لفظة رسوله مقحمة ليست في الحديث مدرجة والمدرج من قسم ضعيف إنما يحبهم الله فقط. نعم هذه مهمة يا إخوة ركزوا عليها. تفضل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وهذا لفظه.
حديث حسن. أعد هذا الحديث فنحن بحاجة لمثله. الله أكبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وهذا لفظه. ليس بمميع ولا متشدد، كلها ألفاظ نبوية. هين لين قريب، وما أحوجنا إلى اللين وإلى يعني هين فسرتها المعاني التي قبلها. ليس بمتشدد، لا غلو عنده، وليس بغليظ ولا فظ. يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فليس الأصل في الدعوة السلفية هي الفظاظة والغلظة والشدة كما يصورها البعض، ولا بالتميع والعياذ بالله والانبطاح، التنازل عن الحق أو عن جزء من الحق. ليس هكذا حقيقة الدعوة السلفية. الدعوة السلفية حقيقتها هي دعوة الناس بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم، أو بالتي هي أقوم إلى التي هي أحسن. في وقت الشدة حكمة، كما قال الله عز وجل في سورة النور: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا حدث، الموقف يقتضي هذا. في آية أخرى قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن الذي يقال له؟ فرعون أعتى أهل الأرض. فاللين في وقته حكمة، والشدة في وقتها حكمة. أما أن يغلب جانب الشدة على الإطلاق هذا من القصور في فهم هذه الدعوة، أو يغلب جانب اللين والانبطاح والتنازل عن الحق أو عن جزء من الحق، فإن هذا من أعظم أسباب فساد الدعوة السلفية والعياذ بالله. وقد روي في كتب السير في ترجمة الإمام بهلول بن راشد عليه رحمة الله، وهو من علماء القيروان تلاميذ مالك، أنه أرسل في يوم من الأيام أحد غلمانه ليشتري له زيتا، فدل على تاجر نصراني يبيع من أجود ما يوجد من الزيت في السوق، فأعطاه دينارين يشتري له زيت. فذهب هذا الغلام فرحا، فسأل ذاك التاجر النصراني، فقال التاجر لهذا الغلام: ولمن تريد هذا الزيت؟ قال: لبهلول ابن راشد، علم من أعلام أهل السنة في زمانه. ففرح هذا النصراني، واسمعوا ماذا قال له. قال: والله إننا نتقرب بخدمة بهلول بن راشد. لم يقل والمسيح ثلاثة، لم يحلف بغير الله، حلف بالله. إننا نتقرب بخدمة بهلول بن راشد كما أنكم تتقربون، ما قال للمسيح، قال تتقربون لله بخدمته. فأعطاه بدينارين زيت، وأعطاه بدينارين أخر هدية. فرجع الغلام فرحا لشيخه وقص عليه القصص، فقال له شيخه: قضيت لي شيئا ولم تقضي لي شيئا. ما قال له: بارك الله فيك، ما شاء الله 4000 ملهوثة من وزارة الدفاع، وانت الحمد لله وفقك ربي ما دخلت في هالمعمع حق الكتاب القذافي، ولا سفكت دما، ولا سحبت سيفا، ولا قتلت نفسا، ولا لكن 4000 ألهت ما عليك، رزق حكومة ربي دومه. وفي بعض الناس هكذا، أنا يسألوني عن هذا، وماذا نفعل له؟ وجاء في رصيدي 30,000 و70,000 وما أدري إيش، أحسن ما تمشي للدولة وما أدري. قال: قضيت لي شيئا ولم تقضي لي شيئا. فالغلام قال له: ما الذي قضيت وما الذي لم أقضي؟ قال: أن ترجع له زيته وترجع لي دنانير. الغلام ما فيه العيش بين أهل العلم أو بغيرهم كالعميان. نحن نتعبد الله عز وجل بالدليل. ما دليلك؟ لماذا فعلت هذا؟ ليس التقليد المسألة، شيخي خلاص سمعنا وأعطانا كالميت أمام المغسل. ما عندنا هذا المنهج. وضح لكم كما يقول الحلبي المغفل في بعض مجالس الشيخ الألباني، يقول: القول ما قالت حذامي، فإن قالت حذامي فصدقوها. هذا منهج الصوفية. إنما عندنا أكبر كبير، عندك دليل حياة الله، ما عندك دليل ما نقبل منه. نتعبد الله عز وجل بكلام الله كما قال الله عز وجل ورسوله. الله عز وجل ماذا يقول؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
ليست المسألة مسألة تقليد أعمى. فقال له: ولما؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. فخشيت، اسمع المنهج السلفي يا رجال، قال: فخشيت أن آكل هذا الزيت فأجد له في قلبي حلاوة فيوده قلبي، فأكون ممن قال الله عز وجل فيه هذه الآية. نحن ننبط، نحن الحزبيين والمقاتلة خوتنا طلبة علم منبطحين للمقاتلة والإخوان المسلمين ويلبسون على بعض أهل العلم ويحاولون يأتون بالفتاوى ولأجل المعتقد الفاسد الذي يتدينون به والعياذ بالله. انظروا إلى ولاء السلف وإلى براء السلف. ماذا بقي لنا يا إخوة في هذا الزمن بعد أن قامت طائفة بوأد أو بمحاولة وأد عقيدة الولاء والبراء كأمثال إبراهيم الرحيلي وربعه من المميع الرمضاني والصبح؟ تمييع، قتل لعقيدة، ليس قتل، عفوا وأد، لأن منهج الولاء والبراء حي، يريدون أن يئدونه حيا والعياذ بالله. مد يدك، ما في شيء اسمه سرورية، ما أدري إيش، مد يدك مع أهل البدع، معليش مقاتل أخوان المسلمين، نحن في صف واحد، واضح لكم؟ يتورع فيه وسام بن حميد الخارجي الحروري كلب من كلاب النار ولم يتبين له حاله، وحفتر علماني هو كمان المجمل هذا فسر بالطاغوت والعياذ بالله. هؤلاء طلبة علم تتلمذوا على كبار الأئمة، تبا لهم والله إنهم كذبوا. والله لو تعلموا بين يدي شيخنا الشيخ مقبل وأثنوا الركب معنا وتعلموا عقيدة ومنهج الشيخ مقبل ما يقولون هذا الكلام الفاسد. فهؤلاء مميع، أصولهم أصول المآربة، شاءوا أصول المأربة، شاءوا أم أبوا، والساحة بيننا وبينهم. فكما قيل: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فنحن نكرر ونوجه هذا الكلام ولا نبالي. والله لن ينفعهم فلان وفلان، ولن تنفعهم التزاكي. فلو أن الرجل تزكيه هذه المسائل لما انحرف أحد. فقد زكى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد عبد الرحمن بن ملجم، ولم يتبجح ويقول: زكاني وأرسلني لعمرو بن العاص في مصر وأنا إمامهم وخطيب الجمعة عندهم وزكاني عمر. وقتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة الراشد، مات على عقيدة الخوارج الفاسدة. ولو أن الجلوس مع الشيخ الفلاني أو مع فلان أو ما نتكلم عن الملازمة، عن الجلوس، لكان عمرو بن عبيد المعتزلي وشيخه واصل بن عطاء الغزال من الأئمة، وقد جالسوا الحسن البصري وماتوا على أفسد العقائد، عقيدة المعتزلة. ولا أغنت أقوام في هذا الزمن من عهد عدنان عرعور والمغراوي والحلبي وعلي حسن عبد الحميد والرمضاني وهذه الشلل التي انحرفت عن منهج السلف الصالح والعياذ بالله. جالسوا علماء معهم تزكيات كبيرة. فالح الحربي بعض مشايخنا كان يقول: لا تسقط له راية. بعض أهل العلم سمعت يقول: أنا أحتقر نفسي أمام فالح. وأين فالح؟ ذهب إلى مزبلة التاريخ والعياذ بالله. فيا إخوة، تحقيق عقيدة الولاء والبراء هذا هو المطلوب، وضح لكم. والتمسك بالمنهج السلفي ظاهرا وباطنا في باب الاعتقاد وفي باب المنهج، في باب الأخلاق وفي باب السلوك، في باب المعاملات، في باب طاعة ولي الأمر، وفي باب طاعة نائب ولي الأمر. أما يلزم الخوارج والسرورية طاعة ولي الأمر وأنت تشغل يمنة ويسرة وتسعى في تفريق السلفيين يمنة ويسرة وتظن أنهم لا يعيون ذلك، هذه مسرحية ما تمشي على أحد يا إخوة. لسنا بأعز من عبد الله بن عمر. إن كنا نريد تطبيق المنهج السلفي فها هو منهج السلف عندنا في البخاري في كتاب المغازي أثر عن عبد الله بن عمر يدرس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد اجتمع الصحابة بعد خلاف شديد سمي عام الجماعة، وتنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الملك الدنيا كلها شرقا وغربا، بقاع الأرض كلها كانت تحت، تنازل عليها لأجل الله سبحانه وتعالى. أو كان يستطيع أن
يملك هذه الدنيا كلها، ربما كان في خلاف في بعض المناطق، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فتنازل عن الملك يا إخوة، ليس على أمر يعني قد ينظر لك أنك لست أهلا له، دنيا بأكملها من أجل الله سبحانه وتعالى. واجتمع الصحابة وسمي عام الجماعة، فدخلت حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زوجة رسول الله أخت عبد الله بن عمر على ابن عمر وهو في بيته لم يكن في المسجد، فقالت له إن في احتباسك عنهم لفتنة. قال فما تركتني؟ قال دخلت علي ونسواتها تنطف، خرجت من الحمام قرونها تقطر ماء، فما تركته حتى ذهب. كيف أنت تجلس؟ الصحابة اجتمعوا، قد يخرج بعض الناس ويقول ابن عمر مش راضي، ابن عمر يعتبر من الأولين، فأنت تمشي تحضر. قال فدخلت المسجد، فلما دخل المسجد قام معاوية رضي الله تعالى عنه على المنبر وقال من أراد أن يتكلم في هذا الأمر يعني بعد أن ولي فليبدي لنا قرنه، يبدي لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه. جلس ابن عمر، ففي صحابي صغير اسمه حبيب بن مسلمة رضي الله تعالى عنه مع أنه من أتباع معاوية، قال لعبد الله بن عمر هلا أجبته؟ رد عليه، هلا أجبته؟ قال ابن عمر ففككت حبوتي، الحبوة هذه الحزام الذي يلبسونه أهل اليمن هكذا يجعلونه، قال ففككت حبوتي وهممت أن أقول له لمن؟ لمعاوية والله أحق بهذا الأمر منك ومن قاتلك وأباك على الإسلام، يعني أولى منك علي بن أبي طالب. هذا عقيدة أهل السنة، لأن علي بن أبي طالب قاتل معاوية وأبو سفيان حين أن كانوا من أهل الشرك، فهذه عقيدة أهل السنة، حق قولا واحدا مش حق محتمل، قولا واحدا حق. لكن انظروا كيف كان موقف عبد الله بن عمر، موقف الحكيم العاقل. قال فترأيت الجنان، ما هو من أجل المدحة والثناء يا إخوة، قد يصبر طالب العلم في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، لكنه ليس من أجل الله، من أجل أن يقال فلان، فليس كل صابر يؤجر عند الله عز وجل، قد يصبر من أجل المدحة والثناء، فلا بد من معرفة ما آفات القلوب يا رجال. قال فترأيت الجنان، ابن عمر فكر يقول كلمة الحق هذه ماذا سيترتب عليها في الدنيا وكيف سيجيب ربي يوم القيامة. فترأيت الجنان، ما هو كلمة حق واللي يصير يصير. ماذا حصل بعده؟ قال فخشيت، ركزوا معي، فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع. واحد، شوف تفريق الجمع بالكلام الوطوطة ايش يترتب عليها، وتسفك الدم، ليه؟ ويحمل عني غير ما أريد، يفهم غلط. قال فسكت. وضح لكم؟ ماذا قال حبيب بن مسلمة الذي قال له في الأول هلا أجبته؟ قال خففت وعصيت. أليس في كلمة ابن عمر حق؟ لكنه نظر بقاعدة عظيمة عند أهل السنة أيها الإخوة، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا إن كان معك حق، فكيف لمن لم يكن معه حق أصلا؟ فليس كل ما علم يقال. الحسن البصري يقول لماذا يقول احذروا الغيور الأحمق والمتحمس الفارغ؟ لأنه قد يفسد أكثر مما يصلح. يا الدعوة السلفية أكبر من الجميع يا ناس، الدعوة السلفية أكبر منا كلنا يا إخوة. الدعوة السلفية لو كانت مربوطة بالرجال لانتهت بموت آدم عليه السلام وبموت النبي عليه الصلاة والسلام، ليست مربوطة بالرجال يا إخوة. الدعوة السلفية هي دين الله الحق، هي الحنيفية السمحة، هي الإسلام، هي الفطرة. ناح أخرج آدم من أجلها من الجنة، ناح في سبيلها نوح عليه السلام 1000 إلا 50 عاما كما يقول ابن القيم. ألقي إبراهيم عليه السلام في النار يا إخوة، بيع يوسف عليه السلام بدراهم بخس معدودة من أجل هذه الدعوة. طورد عيسى عليه السلام في الفيافي والأدغال، نشر يحيى بالمنشار، فأوذي النبي عليه السلام، ختم النبي صلى الله عليه وسلم، أدميت قدماه وشج رأسه حتى دخل المغفر في خده الشريف عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة جاءت على طريق من الأشواك يا إخوة، ما جاءت على ذهب، ووصلت إلينا نحن على طبق من ذهب، فيجب أن نبلغها للناس على ما وصلت يا إخوة. لا نربط الناس بأنفسنا وبأشخاصنا بذواتنا يا إخوة. أينك أيام زمان قال ابن باز، قال الألباني، قال العثيمين، قال فلان، الإمام أحمد ومالك وسنان، خلاص
أصبحت فلين وفلين من الصغار، ربطت بصغار طلبة العلم، أصبحت هوس الساحة، أصبحت مشاكل، أصبحت فتن لا رأس لها ولا ذيل، تعصبات مقيتة والعياذ بالله يعني يشمئز منها المؤمن. فالمقصود أيها الإخوة ليس كل ما علم يقال. لماذا نربط الناس بأنفسنا يا أخي؟ لسنا بأعز من الإمام أحمد يا رجال. يقول لا الخليفة الراشد يجلس في بيتك يجلس 10 سنوات في بيتك، تجلس تقفز يمينا ويسارا من أجل أن يقال. الأصل الإمام مالك ما أفتى حتى أذن له كم من العلماء. نحن اللي يقرأ دورة علمية يوم يبغى شيخ الإسلام ابن تيمية ويفتي وما يقول الله أعلم أبدا. ذكرت لكم في ترجمة أيوب أنه كان يمشي مع تلميذه. من هو تلميذه؟ حماد بن زيد بن درهم، حتى قالوا فضل حماد بن زيد حماد بن سلمة بن دينار على فضل حماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار على الدرهم. أئمة جبال كبار. أيوب في طبقة علية يلقب بجبل من جبال الإسلام. يمشي مع حماد في بعض الأزقة. يقول حماد كان يمشي معي في بعض الأزقة كنت أتعجب له كيف اهتدى لها، كيف عرف هذه الشوارع. لا يعقل أن أهل العلم يعرفونها. قال هذه الخلاصة مخافة أن يقال هذا حماد. يمشي يدخل بالأزقة ويهرب من الناس عليك السلام ورحمة الله، ويهرب من الناس يمنة ويسرة من أجل ما يقال العلامة حماد العلامة أيوب موجود هنا. ونحن اللي يقرأ كتاب يبغى يطلع الناس راسه من هنا الشباك يبغى يقبلونه. فالمقصود رجاء يا إخوة يجب أن نعي هذا ونبلغ الناس هذا ونبلغ السلفيين هذا يا إخوة. الدعوة السلفية أكبر من الجميع. الدعوة السلفية يا إخوة دعوة رحمة، الدعوة السلفية دعوة حكمة، دعوة علم، والعلم لا يؤخذ إلا بين يدي العلماء وتثني الركب حتى يشيب الرأس، هذا هو الأصل. لكن إنما يتيسر ليس عيبا، لكن كونك تصدر وتقفز فوق العلماء وتجري يمنة ويسرة تشغب من أجل أن يقال فلان، هذا ليس بمنهج السلفي، هذا تلاعب بالدعوة السلفية. فأنا تكلمت بالعموم، أرجو أن تصل هذه الرسالة، ولا داعي أن نفتح وأن نستنسخ المشاكل التي حصلت في المدن الأخرى. فنحن في بني غازي بفضل الله عز وجل تحت قيادة حكيمة، سواء كانت عسكرية أو مدنية، في الأوقاف في التعليم عندنا الحمد لله كوادر، وضعنا تمام، مساجدنا متفق عليها بفضل الله، كل المساجد السلفية شاء من شاء وأبى من أبى، حتى الفراش ما يسمونه أنتم القيم إن شاء الله يعني في الغالب يكون على المنهج السلفي. الدعوة قائمة، الدروس قائمة، في ترتيبات إدارية، في مواضيع أخرى تحتاج صبر وتحتاج دراسة، وفي لجنات وفي وإن شاء الله سيعم هذا الخير عموم ليبيا، وضح لكم. ولكن أقصد السمع والطاعة في كل كبيرة وفي كل صغيرة، هذا هو الأصل. والقيادة سواء كانت عسكرية أو مدنية أو إلى آخره كل له عمله، لا يتدخل هذا في هذا ولا هذا في هذا. نحن نسير بقيادة حكيمة، يجب أن نتآلف فيما بيننا، وأن ننظر للمصالح والمفاسد، وأن تكون كلمتنا واحدة، وأن لا يكون شخصا ما أو أشخاص أو إلى آخره سببا في فرقتنا، تكون كلمتنا واحدة حتى يسمع العلماء ويسمع العالم وتأثر بنا الشرق والغرب ويضرب بنا المثل بفضل الله عز وجل. والله دول قائمة فيها الدعوة ممكن من 100 سنين ما حصل فيها خير مثل الذي حصل عندنا. الله أكبر، بني غازي مسجد يقولون كم مسجد عندكم يا شيخ؟ حوالي 400 في بنغازي الوحدة، معناه في المنطقة الشرقية كم؟ بالآلاف بفضل الله، على المنهج السلفي أبدا، وعلى المنهج السلفي الناصع الذي كما قال السلام تركتكم كالبيضاء نقية. فهذه نعمة تحتاج أن تشكر يا إخوة. ومن أراد أن يتأمل يرى أن الله عز وجل ربط زيادة النعمة بالشكر في القول والعمل. ولهذا راجع كلام العلامة ابن السعدي عليه رحمة الله عندما فسر سورة قريش، قال أن الجار والمجرور لإيلاف قريش متعلق بالسورة التي قبلها، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل أمن قريش وسلامتهم. لكن ما المطلوب من قريش؟ فليعبدوا رب هذا، فليوحدوا الله عز وجل وليشكر الله عز وجل ظاهرا وباطنا حتى تتم النعمة ويعم الخير. فنحن محتاجين إلى أن نشكر الله عز وجل، خاصة نحن معاشر السلفيين يا إخوة. ترى الناس الآن متكالبة، الحزبيين الإخوان الدواعش يشوهون السمعة، سيستنسخون داعش جديدة، شوفوا الغلظة، شوفوا الفظاظة، غيروا فعلوا مشاكل فيما بينهم في المساجد. فلنعطي صورة ناصحة بارك الله فيكم.
لتحقيق معنى الأخوة وبمعنى درء المفاسد الذي هو يقدم على جلب المصالح. ألسنا نعي هذه القاعدة؟ بناء البيت على قواعد إبراهيم من أعظم ما يتقرب به لله عز وجل، لكن النبي عليه السلام تركه من أجل الخوف على قريش. قال يا عائشة لولا أن أهلك حديثو عهد بكفر أو بشرك لبنيت البيت الكعبة لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، جعلت لها بابا يدخلون منه إلى آخر الحديث. فبناء الكعبة على قواعد إبراهيم من المصالح، لكن خشي الإنسان أن تترتب عليه مفسدة فيقول مشركين عرب ها هو محمد يهدم الكعبة ويشوش على بعض المسلمين الجزء فيرتدون والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مسبة آلهة المشركين قربة، لكن إن سببت آلهة المشركين وترتب عليها سب الله فلا يجوز لك. من الاستحباب ينتقي إلى التحريم والعياذ بالله. ولا بد من النظر في هذه القواعد يا إخوة والتزاور فيما بيننا. زوروا أخواننا في المرج، زوروا أخواننا في جدابية. سمعتم ولعلكم بالصلح اللي تم في جدابية أكثر من 10 سنوات يا إخوان متشاكلين متخاصمين. نحن عندنا بيننا في مشاكل، فننطلق نزور أخواننا في الأبيار، نزور أخواننا هنا، نزور أخواننا هنا، نتعاون فيما بيننا، محاضرات جماعية فيما بيننا، تنسيقات فيما بيننا. ما كل مكتب قاعد يمشي على راسه واحدة. لماذا لا يتعاونون حتى تنتشر هذه الدعوة المباركة؟ أخوتنا في الغرب ملبس عليهم إلى البارح يناقشوني بعض الناس والله يدعون أسأل الله أن يقصر ذهب حفتر ومن ينصره. أنت وين ماشي؟ سلفي. لما تكلمت معه الذي يستغفر الله يقول والله ما ندري احنا جاءونا عوام في طرابلس ولبسوا علينا يبكون. هؤلاء هاربين 99% هاربين دواعش وأسر دواعش فلا تصدقونهم. قلت أنت تروي على عوام، أنتم تطبقون منهج الحسن. وين التثبت؟ منهج التثبت وين؟ منهج قبول خبر الثقة. لماذا ما تتصلون على العقلاء؟ فالذي أقصده يا إخوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر. قد ثبت عند الطبراني الصغير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الناس مفاتيح للخير على وزن مفاعيل كثير الفعل، مغاليق للشر مغاليق على وزن مفاعيل. يعني كما قال الله عز وجل في سورة يوسف ما قال أغلقت أو أقفلت، قال غلقت الأبواب. هذا دلالة على شدة الإحكام، هذه كناية على شدة الإحكام والمبالغة بالإحكام. غلقت على وزن فعل. فمغاليق للشر. وإن من الناس مفاتيح للشر والعياذ بالله مغاليق للخير. شفتوا صيغ المبالغة كيف؟ فطوبى قيل أنها شجرة في الجنة على قول لمن جعله الله مفتاحا على وزن مفعال كثير فعل صيغة مبالغة للخير مغلاقا للشر. وويل قيل وادي في جهنم والعياذ بالله لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. انتهى الباب. أكمل الشيخ الياسين يعلق إن شاء الله. تفضل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وعنه في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن قال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. ذكره البخاري تعليقا. وعن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخير من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. حسن كما قال.